حسنت الانجليش بتاعي وانا عندي 16 سنه. بالمناسبه انا كنت في مدارس عربي عادي. اول حاجه عشان اطور الانجليش بتاعي وانا عندي 16 سنه عملتها ان انا حبيت اللغه. انا عارفه ان هي ممكن تكون حاجه كرنج ان حد يقولها لك، بس بجد انا طول عمري كنت بجيب درجات وحشه جدا في الانجليزي لحد ما فهمت ان انا من غير الانجليزي مش هتقبل في اي منحه، واللي هو هدفي اصلا من وانا عندي حرفيا 13 سنه ان انا حببت نفسي ازاي اصلا في اللغه. انا بحب الفن جدا، بعشق الاغاني، بعشق الافلام والمسلسلات. انا بدات اعمل ايه؟ بدات اتشف من العربي للانجليش. ازاي؟ اول شيء طبعا غيرت موبايلي ان هو يبقى بالانجليش. انا عارفه ان هي الحاجات دي ممكن تبان صغيره بس بجد بتفرق جدا. تاني حاجه بدات اتفرج على مسلسلات وافلام بالانجليش. مسلسل مثلا زي مسلسل فريند كان من المسلسلات بجد اللي ساعدتني ان الانجليش بتاعه انجليش افري داي، وبدات اسمع، بدات اكرر. ودي حاجه تانية هقولها لكم فيديو تاني ازاي ان انت بتسمع الجمله وتقوم انت مكررها. معها انا مثلا كنت عايزه اتعلم امريكان انجليش، ما كنتش عايزه اتعلم بريتش انجليش او استراليان انجليش فور اكزامبل. فانتوا اختاروا برضه الانجليش اللي انتوا عايزين تتعلموه وابداوا اسمعوا الممثلين بيتكلموا ازاي. تاني حاجه الاغاني، انا بعشق اصلا الاغاني فبدات اسمع بقى مغنيين. اهم حاجه بالنسبه لي ان انتوا تسمعوا اغاني بريتم هادي. لو عايزين انا ممكن اعمل لكم فيديوز تاني عن ايه الحاجات اللي كنت بتفرج عليها وبسمعها عشان تساعدكم. بدات اسمعها، بدات اكررها، وانا اصلا بحب اغني. بدات اخلي حياتي حرفيا كلها surrounded in English. بدات اكتب زي ورقه صغير كده زي نوتس بالانجلش لنفسي. بدات اشجع نفسي وانا في الدروس ان انا احفظ كلمات اكتر، احفظ جمل اكتر. بدات اتطور ان انا اقدر فيها اتكلم فيها مع اجانب او اقدر اتكلم فيها بالانجلش. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا فولو، ولو عايزين اي سؤال اكتبوا لي في الكومنتس وانا هرد عليكم او هعمل لكم فيديو ارد فيه.